مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من نص كيلو دقيق هنعمل اكتر من كيلو وربع من البقسماط بطريقة بسيطة جدا وسهلة، والنتيجة تحفة زي ما انتوا شايفين. بجد جميل جدا جدا. بدل ما تشتريه ب80 وب100 او اكتر من كده، اعمليه بقى كده بمكونات بسيطة جدا، وان شاء الله هتلاقيها موجودة عندك في البيت. شايفين البقسماط وجميله؟ بجد طعمه تحفة جدا، حلو جدا في الفطار، حلو في العشاء جنب حتة جبنة مع فنجان بقى شاي كده بالقرنفل، او فنجان شاي سادة براحتك خالص، او زي ما انا ما عملت كده فنجان شاي بالنعناع، وكان النعناع بقى طازة وجميل جدا. فنجان شاي بلبن، بجد هو بيكون حلو جدا جدا. طبعا قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. ما اتحرمش منكم يا رب. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك حبايبي. ويلا في البداية هنقول بسم الله. واول حاجة هنا انا حبيت اوزن الدقيق معاكم. الدقيق معايا نص كيلو من الدقيق، ومعايا 200 جرام من المية الدافية. زي ما انتوا شايفين انا حبيت ان انا اعملها معاكم. اللي عنده ميزان وهيوزن بيه هيكون سهل جدا بالنسبة له، واللي ما عندوش هيجيب نص كيلو من الدقيق وهينخله كويس جدا، وهيعمل زي ما احنا ما عملنا كده. الطريقة بسيطة وسهلة. هنا انا حطيت بقى 200 جرام كده من المية الدافية. جبت بقى بولة زي ما انتوا شايفين كده، حطيت فيها 200 جرام من المية. الفنجان اللي انا وزنت فيه المية دوت ربع كيلو، يعني 250 جرام. انت لو عندك الفنجان ده حطي بقى فنجان الا ربع من المية للي ما عندهوش ميزان. نزلت هنا بكيس فانيليا، كيس خميرة، بمعلقة كبيرة لبن بودر، ونزلت ب3 معالق من السكر العادي، وقلبت كويس جدا. بعد كده زي ما انتم شايفين نزلت هنا بمعلقة كبيرة من الخل، وكمان نزلت بربع كوباية من السمنة، ونص كوباية من الزيت، كوباية الا ربع ادام انا استعملته على النص دقيق. والدقيق انا حطيت عليه معلقة بيكنج باودر وقلبته كويس. طبعا احنا حطينا رشة الملح كانت في المواد السائلة. وبعد كده زي ما انتم شايفين عجنت العجينة، اللهم بارك، تحفة جدا، جميلة جدا جدا، والعجينة كده طرية وجميلة بجد. حطيتها بقى كده في مكان دافي لمدة نص ساعة، للي ما بيخمرش العجينة في 5 دقايق في الفرن زي ما احنا متفقين مع بعض وبنعملها مع بعض. هنا انا سبت بقى كده العجينة لما خمرت. وبعد كده جبت بقى هنا السمسم، حطيت عليه معلقة من السكر، معلقتين من المية، قلبتهم كده مع بعض. وبعد كده يلا بينا هنا بقى زي ما انتوا شايفين هنقطع كده جزء من العجينة، ويلا نشوف بقى هنعمل ايه. انا هنا بقى مولعة الفرن لان انا مش عايزة اقف في المطبخ كتير، فولعت الفرن في الاول عشان احط العجينة فيه ما تاخدش 5 دقايق وتطلع معايا زي الفل، زي ما انتوا شفتوا معايا كده العجينة. مسكت بقى العجينة هنا بططتها كده على الرخامة شوية، وبعد كده غطيتها بكيس، وجبت بقى هنا الصينية اللي انا هخبز فيها. وزي ما انتوا شايفين باخد قطعة كده من العجينة، وبعد كده بفردها كده على الرخامة، وبشيل الزيادة من هنا ومن هنا، وحاولي تخليه كله طول واحد كده، بيكون شكله حلو جدا. زي ما انتوا شايفين في قلب السمسم اللي احنا عاملينه بالسكر وبالمية بالمنظر ده، واحطه في قلب الصينية. وهنا برضو مولعه الفرن لمده 10 دقايق، وبعد كده بدفيه واحط الصينيه بقى فيه او الصواني فيه يخمروا، وبعد كده ادخلهم الفرن ونشوفه بقى اول ما يخرج كده من الفرن. هنا طبعا بعد ما خمر ما شاء الله، عايزه اقول لكم ما خدش 10 دقايق وكان خمر كده بالمنظر ده. دخلت الفرن على درجه حراره 180 زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك ما شاء الله، ما بياخدش ربع ساعه. بولع الشوايه وبيطلع زي الفل زي ما انتوا شايفين. اتفضل معايا حته عجينه حبيت ان انا اعملها زي القرص بس نفس الكحك، فردتها كده على الرخامه اكني بعمل الكحك، وبعد كده برمتها كده في بعض، وطلع ما شاء الله ال5 قرصات دول. عايزه اقول لكم جميله جدا جدا. لو مش حابه تعملي الكحك اعملي القرص كده، والله العظيم بجد تحفه جدا. عملت بقى فنجان شاي كده وحطيت فيه نعناع، كان النعناع لسه طازه، رحت حاطه بقى كده ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد تحفه، جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. وعملت شويه كده من الكحك دوت كده، طبعا ضفيره كده ما شاء الله، برضو طلع حلو جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، بجد تحفه. انا عايزه اقول لكم للامانه الكحك ده دخل في الكيلو ونص، يعني من نص كيلو دقيق بس احنا عملنا ما شاء الله اكتر من كيلو وربع، دخل على الكيلو ونص كده من الكحك.
طلع معانا تحفه جدا. انا عايزه اقول لكم بقى ربع كوبايه السمنه اللي حطيناها على الزيت عطيته نعومه كده سنه، لما تيجي تاكلي بقسماط في حته قرمشه بنعومه بجد جبار تحفه جدا اللهم بارك. بدل ما تشتريه اعمليه. انا ما خدش معايا نص ساعه لان انا بولع الفرن وبطفيه واحط العجينه وبخمر حاجتي، فما شاء الله اللهم بارك ما بياخدش معانا وقت خالص خالص. وهنا بقى غمسي كده في الكحك بسم الله ما شاء الله طعمه تحفه جدا بجد جميل جدا جدا. وكمان القرص اللي احنا عملناها برضو طلعت معانا حلوه جدا، يعني ما شاء الله طلعت كده تحسوا ان هي هشه كده وجميله بجد تحفه. وهنا يلا نشوف القرص وجمالها ما شاء الله تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان هي هشه كده وجميله جدا جدا والله للامانه. شوفوا الجمال بقى ما شاء الله، نص كيلو دقيق ما شاء الله عملتي حاجه للفطار وللعشاء. وعايزه اقول لك لو كلتيها جنب حته جبنه جميله جدا جدا سبحان الله، عجينه واحده بس الطعم يختلف ما شاء الله. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.